السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. كان في كذا حد طلبوا مني ان انا اعمل نظام فلوجات لفيديوهات يوميه تنزل كل يوم في الاسبوع، ولكن صراحه حاسس الموضوع يكون صعب بالنسبه لي شويه، لان مش حابب حياتي تبقى عباره عن شغل ويوتيوب. والحقيقه ان انا بقالي فتره بفكر ان انا عايز بدل ما بعمل فيديو واحد بس في الاسبوع يبقوا فيديوهين. ولكن الموضوع بقى له فتره عمال افكر فيه لسه ما طبقتوش. ده يعتبر اول مره اصور فيديو تاني ينزل وسط الاسبوع. فيديو ينزل زي النظام اللي انا بنزله دلوقتي، نوع محدد عملت عليه دراسه او بحث وبعدين بتكلم عنه في فيديو، وفيديو تاني يكون نظام فلوج زي الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، يكون حاجة عشوائية أكتر كأني بتكلم مع صحابي أو بتكلم مع إخواتي في البيت. وعلشان الفيديوهين كمان يكونوا مختلفين عن بعض هحاول أخلي أكتر إن فيديوهات الفلوج تتصور بره البيت مش جوه البيت، وعلشان برضو الموضوع ميبقاش سايح كده وبتكلم في أي حاجة وخلاص، برضو الفيديو لازم يكون ليه عنوان. وزي ما قلت لكم فأنا بقالي فترة كبيرة بفكر إن أنا عايز أعمل فيديوهين بدل ما أعمل فيديو واحد، فممكن ده يكون عنوان الفيديو ده، إن أنا ليه أخدت فترة طويلة علشان انفذ فعلا فكره ان انا اصور فيديوهين بدل فيديو واحد. فكره التسويف، بنصحى حاطين كذا هدف وكذا حاجه عايزين نعملهم، ولكن بنيجي في اخر اليوم نلاقي ان احنا مش عاملين ربع اللي احنا عايزين نعمله، او حتى تمن اللي احنا عايزين نعمله. ايه تمن دي؟ تمن دي تنفع لما الواحد يروح السوبر ماركت يشتري جبنه رومي. فالفكره بنفضل مأجلين الحاجه الى ان يشاء الله. بس على العموم خلينا نقوم نعمل حاجه سخنه علشان الجو بره برد، فناخد كوبايه الحاجه السخنه معانا ويلا بينا نتحرك. جات عليا فترة كنت مبطل سكر نهائيا، وفعليا دي كانت أكتر فترة الواحد كان ما بيحسش فيها بالكسل أو حتى ما بيجيلوش صداع، ولكن بسبب إن أنا محترم للأسف فرجعت أشرب سكر تاني، لأن رجعت مصر. ولما رجعت مصر ما كانش حد عارف إن أنا بطلت سكر. اللي حصل إن أنا كنت لما حد من أهلي بيعمل حاجة سخنة وكان يعملي معاه، فكانوا متعودين إن أنا بحط سكر في العادي، فطبعا كانوا بيحطوا لي سكر. ولما كنت أشرب ما كنتش بقول حاجة عشان محترم وكده بقى، فكنت بشرب من سكات. الموضوع مش بس مع عيلتي في البيت ولكن حتى العيلة الكبيرة لما كنت بروح زيارة أزور حد من قرايبي. فبس طنشت الموضوع، قلت لما أرجع تاني إن شاء الله ألمانيا أتعود، ولكن اللي حصل إن أنا اتعودت على السكر. بس دلوقتي رجعت تاني إن أنا أقلل في السكر، وإن شاء الله قريبا أبطل السكر خالص. بس وكده عملنا الحاجة السخنة، يلا بينا نتحرك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحياة مش زي السبق اللي هو 100 متر، الحياة أكتر شبه الماراثون. كلنا بنعرف نبدأ، كلنا بنعرف نحسن البدايات، ولكن مش كلنا بيعرف يكمل. فأحسن من إن احنا نبدأ بداية قوية جدا، الأحسن إن احنا نمشي خطوات أقل ولكن نستمر عليها. زي مثلا في رمضان، الواحد بيبدأ أول فترة رمضان بيكون متحمس جدا. في أول رمضان بنلاقي المساجد تقريبا كلها مليانة، الناس كلها بتصلي التراويح ومنلاقيش حتى مكان الواحد يصلي فيه. ولكن مثلا مع اليوم العاشر بنلاقي الأعداد قليلة جدا وفعلا المساجد بتكون فاضية. فتلاقوا إن نفس الشخص اللي هو مثلا بدأ رمضان بإنه مثلا بيختم 5 أجزاء في اليوم وبيصلي كل الصلوات في المسجد، فجأة نفس الشخص دوت بعد 5 يوم بيكسل إنه حتى يروح يصلي الفجر أو إنه يصلي أي صلاة في المسجد. 3 حاجات بشوفهم هم ينفعوا يكونوا الحل لموضوع التسويف، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. الدنيا بدأت تمطر فبحاول أشوف مكان مستخبي شوية علشان أعرف أتكلم معاكم. بس المهم نيجي لأول نقطة، وهي فكرة إن إحنا بنبني عادة. فلو بنتكلم مثلا عن شهر رمضان هنا، فالفكرة إن إحنا بنحاول نعمل حاجة تفضل معانا طول حياتنا. العادة دي مثلا ممكن تكون إن بدل من القرآن ما بقراش قرآن كل يوم في حياتي، فلا شهر رمضان هتعود فيه إن أنا كل يوم أقرأ جزء مثلا، بحس إن أنا بعد شهر رمضان القرآن يفضل موجود في حياتي. إذا حتى ما عرفتش أقرأ جزء فأقرأ صفحة كل يوم. ما ينفعش مثلا واحد مش متعود انه يقرا قران يجي في شهر رمضان يقرا 5 اجزاء كل يوم، الموضوع هيبقى متعب بالنسبه له. فالافضل من انه يبدا في اول يوم ب5 اجزاء ويجي بعدين طول شهر رمضان يبقى تعبان واللي هو حاسس ان هو ما يقدرش يكمل اللي هو بداه. فهنا الافضل حتى انه مثلا يبدا بجزء ويحاول يمشي على الجزء دوت كل يوم، او لو حتى جزء صعب عليه، واحد مش متعود انه يقرا قران اصلا والموضوع صعب عليه، فحتى يبدا بصفحه ويحاول انه يخلي الصفحه ديت موجوده طول حياته مش بس في شهر رمضان. نفس الكلام برضه في الدراسه، ما ينفعش واحد يكون ما بيذاكرش في العادي ويجي فجاه يقرر انه يذاكر الماده قبل ما يروح المحاضره، وبعدين في المحاضره يكتب مذكرات ورا للدكتور، وبعدين يقرر برضه انه بعد ما يرجع البيت هيذاكر من مراجع بره. الموضوع صعب ومش منطقي واكيد مش هيعرف يكمل على حاجه زي كده. فدي اول حاجه بشوفها سبب من اسباب التسويف، ان الواحد بيحط هدف مش منطقي او صعب انه يحققه، فبيجي بعدين اللي هو لما يكون عايز يعمل حاجه فهو حاطط هدف مش منطقي، حاجه صعب ان هو اصلا يبدا فيها. فده اول سبب شايفه من اسباب التسويف. السبب الثاني للتسويف هو عدم ادراك اهميه الحاجه اللي احنا بنعملها. عدم ادراك قيمه الحاجه اللي احنا بنعملها اكيد بتخلينا نكسل.
قاعد بتعب نفسي ليه في المحاضرات، او ليه مثلا قاعد بسهر على بحث معين. فلو الموضوع دوت مش عارف اهميته اكيد هكسل ومش هعمله اصلا. في مقولة حلوة بتقول من عرف غاية السعي هان عليه بذل الجهد. بمعنى ان احنا لو عرفنا سبب الحاجة اللي احنا بنعملها وعرفنا اهمية الحاجة اللي احنا بنعملها، فعمل الحاجة دي بالنسبة لنا هيكون سهل. لو شايف ان مفيش قيمة حقيقية جاية لك من الحاجة اللي انت بتعملها فما تعملهاش احسن. زمان لما دخلت كلية هندسة كنت حاطط هدف معين في دماغي، هدف انا عايز احققه، وانا كنت شايف ان كلية هندسة دي هي الحاجة اللي هتخليني اوصل للهدف اللي انا عايز اعمله. ومش بس فكرة ان انا ادخل كلية هندسة، ولكن حتى فكرة مثلا المشاريع المفروض اعملها او المحاضرات والمواد المفروض اذاكرها. خصوصا ان احنا بنتكلم عن هندسة، بنتكلم عن 5 سنين. نتيجة ان الواحد يجتهد في الدراسة بتاعته مش هيشوفها في خلال يوم او يومين او حتى شهر او شهرين. نتيجة الاجتهاد ديت الواحد بيشوفها بعد ما بيتخرج، وكمان ممكن لما يلاقي وظيفة، وحتى ممكن ابعد من كده. فخلوني كمان اديكم مثلا من حاجة حصلت معايا في الكلية. في الكلية معروف ان الواحد مش بس بيدرس الحاجات اللي هو حاببها، مش كل المحاضرات الواحد هيكون حاببها، حتى الواحد بيلاقي ان في محاضرات ومواد هي فعلا مش هتفيده في حاجة في الدنيا. فدي كانت مشكلة الواحد بيواجهها، ان انا داخل كلية هندسة عشان المفروض ان انا اتعلم الحاجات اللي انا بحبها بس، ولكن طبعا الواقع مش كده. مش كل المواد الواحد هيكون بيحبها، كمان بيكون في مواد فعليا الواحد بيبقى عارف ان ملهاش قيمة في حياة الواحد، مش هتفيدني في حاجة. فكنت بواجه صعوبة ان انا اذاكر المواد ديت، وكنت بشوف ان انا ليه المفروض اتعلم حاجة زي كده. ولو الواحد فعلا بيبص تحت رجليه هيلاقي ان المواد ديت مش مهمة والمفروض الواحد اصلا ما يذاكرهاش. ولكن لما نبص للصورة الكبيرة للاسف المادة ديت اكيد هتتحسب في النتيجة النهائية بتاعتي. وانا كواحد كان هدفه ان بعد ما يخلص ان شاء الله البكالوريوس عايز يخلص بدرجة كبيرة علشان بعدين يدخل ماجستير بمنحة، فالنتيجة بالنسبة لي حاجة مهمة. فهنا كنت بحاول اشوف حل وسط، ازاي اقدر اجيب نتيجة عالية في المواد اللي انا ما بحبهاش باقل مجهود ممكن. والحمد لله عرفت الاقي حل في الاخر ان انا فعلا اعرف اجيب نتائج كويسة في المواد اللي هي بالنسبة لي مش مهمة من غير ما ابذل مجهود كبير. ودي ان شاء الله حاجة اتكلم عليها في فيديو تاني عشان بس ما نطلعش بره الموضوع بتاع الفيديو ده. ولكن ده تاني سبب بشوفه في موضوع التسويف، عدم معرفة قيمة الحاجة اللي احنا بنعملها. نيجي لتالت حاجة يا جماعة في رأيي بتخلينا نكمل، وهي النية. النية فعليا من أكتر الحاجات اللي بتحرك الواحد، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكرة إن احنا نربط كل حاجة في حياتنا بنعملها بالنية. فكرة إن أنا مثلا أقوم أعمل كوباية شاي، تعمل كوباية شاي ليه؟ علشان أفوق. عايز تفوق ليه؟ علشان مثلا الناس صلاة العشاء ما جاتش، فأنا عايز أفوق علشان أعرف أركز وأنا بصلي صلاة العشاء. أنا بالنسبة لي مثلا بذاكر ليه؟ عايز أتفوق ليه وأكون ناجح علشان أكون صورة مشرفة مثلا للفرد المسلم. واخترت ليه مثلا كلية هندسة، هي علشان تخصص أنا بحبه، والتخصص دوت إن شاء الله أنا شايف إن أقدر أفيد بيه المجتمع وأفيد بيه ديني بشكل أو بآخر. فدي فكرة النية. وشايف برضو فكرة النية بتفيد لما يكون الواحد مثلا ناسي الهدف الرئيسي بتاعه، او لو الهدف كمان اتغير. بمعنى انا مثلا بجتهد في الكليه عشان اجيب درجه كويسه علشان ان شاء الله بعد ما اتخرج اقدم على ماجستير واخد منحه، فده ممكن يكون الهدف بتاعي. طيب دلوقتي اجتهدت وجبت درجه كويسه الحمد لله، جيت اقدم في المنح ومعرفتش اجيب منحه ماجستير، اعمل ايه وقتها؟ هل الواحد يكتئب؟ لا طبعا. ليه؟ لان الواحد كانت نيته خير. عادي جدا هكمل واحاول اشوف طريق تاني واحاول اشوف هدف تاني، وابقى متاكد من جوايا كده ان شاء الله ان ربنا اكيد كاتب لي الخير. الخير ما كانش في الماجستير او في المنحه اللي هتجيلي، ولكن ان شاء الله ربنا يكتب لي الخير في حاجه تانية، لان انا من جوايا نيتي كويسه. وبس كده. شايف ان ال3 نقط دول هم اهم نقط في ان الواحد يكمل، وهم دول الاسباب اللي بيخلوا الواحد يكمل، وهم دول الحلول ان الواحد يبطل تسويف. زي ما انتم شايفين الجو مغيم، وصراحه الجو بقى له 3 اسابيع ممتاز ما شاء الله في المانيا، ولكن بقى له يومين الجو قلب عاصف والجو شتاء زي ما انتم شايفين، الواحد لابس جاكيت تقيل. والمفروض دلوقتي اصلا في لعب كوره، ولكن في الصيف بيخلوا لعب الكوره بره الملعب مفتوح، وانا الصراحه مش فايق ان انا العب كوره ويجي لي دور برد في الجو ده. بس خلوني اخدكم معايا كده نروح الملعب نشوف الناس بتلعب هناك ولا لا. ممكن اروح اسلم على اصحابي وبعدين ارجع على البيت. طبعا الواحد انشغل في الفيديو نسيت ان انا معايا شاي اصلا. وغير كده كمان الفكره بتاعت الفيديو المفروض انه يبقى حاجه تلقائيه وعشوائيه، ولكن برضو مهما كان الواحد اكيد برضو فضل يفكر شويه هيقول ايه علشان برضو الموضوع يبقى مترتب شويه. انا صراحه كنت نازل اتكلم عن اي حاجه وخلاص، ولكن حسيت الموضوع ممكن يوسع بشكل مش طبيعي ونطلع في الاخر من الفيديو من غير ما نوصل لحاجه مهمه في الاخر. ومش عارف ليه برضو الموضوع بياخد مني جانب ديني كده، بيدخل في ناحيه دينيه، وصراحه الموضوع ده مش مقصود، ده بيكون غصب عني، ولكن هي الصراحه كل حاجه بشوفها بتدخل في الدين، كل حاجه بتدخل في الدين. فبس مش قصد ان انا اقعد اتكلم في الموضوع بشكل ديني، ولا ان انا ابقى واعظ ولا شيخ، لاني انا لا واعظ ولا شيخ، ممكن بس عشان اسمي عبد الله رشدي، فالموضوع مش في ايدي. اغلب الناس هنا في المانيا لما بيعرفوني وبيسالوني ان ايه قناتك على اليوتيوب عشان ندخل نشوفها، بقول لهم عبد الله رشدي، بيدخلوا طبعا يكتبوا عبد الله رشدي تطلع لهم فيديوهات الشيخ. ففي واحد صاحبي لما دخل على اليوتيوب وكتب عبد الله رشدي طلع له الشيخ،
وطبعا صورة الشيخ موجودة، بس هو فكر ان الشيخ دوت حد انا مستضيفه او كده، ولقى ان الفيديو مش عارف عليه 1,000,000 مشاهدة او حاجة زي كده، فطبعا افتكرنا ان انا اللي مشهور وان القناة بتاعتي جايبة 1,000,000 مشاهدة. بس طبعا ما كانش الفيديو بتاعي، كان فيديو الشيخ عبد الله رشدي. هو المفروض ان احنا بنلعب في الساحة اللي فوق دي، الملعب الكبير اللي فوق، وانا كان لسه واخد بالي انهم بيلعبوا النهارده جوه في القاعة، في قاعة مغلقة بيلعبوا فيها كورة. استنى اوريكم عاملة ازاي، بيلعبوا جوه النهارده. هاي بس ده الطبيعي الصراحة، بيلعبوا النهارده جوه بس ما كنتش عارف، فيلا مش مهم، فوتت لعبة الكورة النهارده. وخلينا نقفل الفيديو على كده. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو، او ممكن يكلمنا عن الانستجرام او على الديسكورد. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو برده. واللي عنده اي فكره حابب ان احنا نتكلم فيها او حاجه معينه حابب ان انا اصورها، فممكن يا جماعه تتواصلوا معايا على الديسكورد على طول مباشره. زي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت الفيديو، واشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو تاني.